الصبح أول ما بتفتح عينك بتعمل إيه؟ بتطفي المنبه ولا بتمسك الموبايل وتشوف إشعاراتك ولا بتقوم مستعجل وتبدأ تجري عشان تلحق شغلك؟ المفاجأة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها إن الساعة الأولى بعد ما تصحى ممكن تحدد شكل مستقبلك كله. أنا مش بهول وده مش كلام تنمية بشرية فارغ، بس في علم وفي تجارب وفي ناس غيرت حياتها بالكامل لما قررت تبدأ يومها بشكل مختلف. في الفيديو ده هقولك ليه الروتين الصباحي مهم جدا، وهنبني مع بعض روتين بسيط تقدر تبدأه من بكرة. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. الصبح مش زي أي وقت في اليوم. الدماغ يا صديقي بيكون لسه ما دخلش في زحمة التفكير ولسه فريش. القرارات اللي بتاخدها الصبح بتحدد شكل تفكيرك طول اليوم. اللي أول حاجة بيشوفها في يومه هي إشعارات وتوتر بيبدأ يومه مضغوط، واللي أول حاجة بيعملها هي إنه يهدي نفسه ويركز بيبدأ يومه متزن. في دراسة من جامعة هارفارد أثبتت إن الأشخاص اللي عندهم روتين صباحي منتظم بيكونوا أكتر إنتاجية بنسبة 40% وأقل توتر وأكثر قدرة على تحقيق أهداف طويلة المدى. الروتين الصباحي مش رفاهية، ده زي ما يكون كأنك ماسك عجلة القيادة في بداية الطريق. لو بدأت يومك بلخبطة احتمال كبير تكمل يومك في فوضى، لكن لو بدأت يومك بتركيز وهدوء هتحس بتحكم كامل. اسأل نفسك، انت بتبدأ يومك بطريقة بتخدم مستقبلك ولا بطريقة بتخليك بس تعدي اليوم؟ الناجحين في العالم بيعتبروا الصبح هو وقت التحكم والسيطرة. تيم فيرس مؤلف كتاب أدوات العظماء سأل أكتر من 100 شخصية ناجحة إيه المشترك بينهم، والإجابة كانت روتين صباحي واضح. ومش لازم تصحى 5 الفجر عشان تنجح، المهم إنك تبدأ يومك بنية واضحة وتركيز ونظام يخدمك. ودلوقتي هقولك على روتين صباحي بسيط جدا مش هياخد منك أكتر من 30 ل 45 دقيقة. واحد، أول 10 دقايق بدون موبايل. أول ما تصحى قوم إنك تمسك الموبايل، ادي لنفسك 10 دقايق بدون شاشات. خد نفس عميق واتحرك شوية وافتح الشباك لو في شمس. اتنين، اشرب مية. جسمك بيكون في حالة جفاف، شرب المية بينشط المخ والدورة الدموية والهضم. تلاتة، حركة خفيفة من 5 ل 15 دقيقة. ممكن تمارين بسيطة زي شوية يوجا أو حتى تمشية. الرياضة بتزود هرمون السعادة وبتديلك طاقة. أربعة، تأمل. اقعد في هدوء وتنفس ببطء. في تطبيقات زي هيد سبيس أو يوتيوب مليانة تأملات صوتية بسيطة. خمسة، دفتر الامتنان والتدوين السريع. اكتب 3 حاجات انت ممتن ليها، ولو تحب اكتب أهم هدف عندك النهاردة. ده بيخلي ذهنك مركز على الإيجابيات وبيقلل القلق. ستة، مراجعة هدفك الأكبر. خد لحظة تبص فيها على الصورة الكبيرة. ليه بتطور نفسك؟ بتسعى توصل لإيه في خلال 5 سنين؟ الروتين ده مش هياخد منك ساعة، لكن ممكن يغير مستقبلك بالكامل. وخلي بالك يا صديقي عشان الكلام ده في غاية الأهمية. الفكرة مش إنك تكون مثالي، الفكرة إنك تاخد خطوة صغيرة كل يوم، خطوة تعني إنك مهتم بنفسك وبمستقبلك وبحياتك. روتينك الصباحي هو إعلان أنا قررت أعيش بوعي مش على التيار الآلي. ابدأ حتى ب10 دقايق بكرة، 10 دقايق لنفسك قبل ما الدنيا تبتدي تجرك في كل اتجاه. واكتب لي في التعليقات إيه أكتر عادة في الروتين ده ناوي تبدأ بيها.